المكشوفة اللي كانت ترند السنة اللي فاتت، تعالوا نعملها مرة تانية مع بعض بطريقة سهلة وسريعة، وهيكون معاكي أحلى حاجة تاكليها في رمضان. معانا طاسة كده على النار، هننزل بمعلقتين كبار من السمنة، وهننزل بالكنافة بتاعتنا وهنحمصها لحد ما تبقى معانا باللون ده، وننزل عليها بالشربات. وتعالوا نعمل القشطة مع بعض. معانا لتر من الحليب، ونزلنا عليه بكوباية من السكر و4 معالق من النشا وذرة فانيليا. وتعالوا نعمل بقى مع بعض الكنافة. هنرصها في طبق كده وجواه بولة علشان ان احنا نعرف نحط الفاكهة، وننزل كمان بطبقة القشطة معانا اللي احنا حضرناها مع بعض، وطبقة كنافة، ونرجع نحط طبقة فاكهة وطبقة من القشطة وطبقة من الكنافة تاني. ولحد ما نخلص الكمية هنضغطها كويس جدا، ونحطها في التلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ونضغطها كويس جدا بطبق أو أي حاجة. وتعالوا نشوفها بقى مع بعض بعد ما حطيناها ساعتين في التلاجة. تعالوا يلا نقلبها. وادي بعد ما قلبناها مع بعض، شايفين حلوة قوي. هنزوقها بشوية جوز هند كده او بشر من على الوش، ونقطعها وبس كده بألف هنا.